قبل البداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة جديدة وجرعة أمل وتفاؤل لكل مهموم. هذه السيدة قالت إنها مرت بحياة قاسية جدا، من أجمل القصص اللي انتوا هتسمعوها. جرعة أمل وطاقة إيجابية. نصلي كده على الحبيب ونحط اللايك واشتراك للقناة. بتقول صاحبة القصة إن هي متزوجة من 13 سنة. ربنا رزقني ب3 بنات وكنت عايشة حياة طبيعية جدا، وبعد 3 سنوات بدأت مشاكل كتير، بس المشاكل اللي هي العادية زي أي أسرة، أزمات وتوتر وهكذا. أهل الزوج كانوا دايما بيتدخلوا في حياتي، وبتكون بينا مشاكل كبيرة جدا بسبب والدة زوجي. كانت دايما في مشاكل معايا، وللأسف الشديد إن أنا مغتربة عن أهلي وساكنة مع جوزي وأهله بعيد جدا في بلد تانية، بعيدة عن أهلي وعن قرايبي وعن أصدقائي. وبدأت مشاكلي تزداد بعد طلاق أخت زوجي. حياتي اتلخبطت، وكان في الوقت ده معايا بنتين، وبعد فترة ربنا رزقني ببنت التالتة. كان بيضربني في الفترة الأخيرة بسبب المشاكل اللي بيني وبين أمه، وكان بيضربني ضرب صعب جدا. وزعلت أنا وزوجي وذهبت بسرعة للبلد التانية اللي فيها أهلي، وفضلت قاعدة عند أهلي في البيت عندهم لمدة سنة كاملة، غضبانة وزعلانة من جوزي وقاعدة عند أهلي. أهل كتير حاولوا إن هم يحلوا الأمور، لكن للأسف ربنا ما كانش رايد إن هي تتحل، وما كانش فيه أي صلح بيحصل. وللأسف انفصلنا أنا وزوجي، وخد مني البنات لأنه كان رافض إن أنا أخدهم وأنا قاعدة في بيت أهلي، ورفض يعطيني بناتي التلاتة. حاولت كتير جدا إن أنا أشوفهم، لكن للأسف كان بيرفض دايما وطلقني، وخلاص كده أنا عايشة في بيت أهلي. ومرت الأيام والسنين، وفات 4 سنوات وأنا في حالة لا توصف. كنت دايما حزينة وببكي وزعلانة جدا بسبب بعد بناتي عني. والدي حاول معايا كتير إن أنا أتزوج، وقال لي إن جوزي عايش مع بناتي في بلد تانية، وإن أنا الوحيدة اللي لازم يطمن عليها قبل ما يموت هو وأمي. وقال لي أنا عاوز أطمن عليكي يا بنتي ولازم تتجوزي. وفعلا حبيت إن أنا أريح أبويا، وأول حد اتقدم لي على طول وافقت عليه بعد 4 سنوات وأنا عايشة وحيدة، واتزوجت على طول بعد 6 شهور من زواجي. للأسف برضو حصل خلافات كتير جدا مع زوجي الجديد، لأنه كان عاوز إن هو يتجوز من واحدة تانية، وأنا رفضت إن أنا أكون زوجة تانية، وخلاص كده صممت على الطلاق وطلقني. ورجعت مرة تانية لبيت أهلي، ورجعت كمان لعيشة الوحدة والحزن اللي أنا كنت فيها قبل كده. أمي وأبويا برضو صمموا إن أنا أتزوج مرة تانية، لكن أنا خلاص قلت لهم أنا جربت حظي مرة علشان أرضيكم، بس أنا مش هتجوز مرة تانية. وكان كل همي وحلم حياتي إن أنا أشوف بناتي وأعيش معاهم. كانوا وحشني جدا، تقريبا كده 6 سنوات وأنا ما شفتش بناتي التلاتة. كان نفسي إن أنا أسمع صوتهم كل يوم، لكن للأسف كنت بسمع صوتهم كل فترة بعيدة جدا، و10 دقايق فقط. وكل مدة طويلة كده كانوا بيكلموني من أي رقم أطمن عليهم، لكن كانت 10 دقايق ما بلحقش إن أنا أشبع منهم. وحاولت كتير إن أنا أسافر لعندهم علشان أقعد معاهم شوية حتى لو من بعيد أشوفهم، لكن الظروف أهلي ما كانتش تسمح إن أنا أقدر أسافر من بلدنا لبلد تانية. وصلت لمرحلة اكتئاب وحزن صعبة جدا. في الوقت ده ذهبت لأحد المساجد علشان أسمع كلام ربنا وأغسل بيه روحي، وقلبي يبقى مطمن شوية من اللي هو فيه. وربنا هداني كده للصلاة، وبدأت إن أنا أصلي في المسجد كل الصلوات. وكمان كان في الفترة دي فترة رمضان، التزمت جدا في الفترة دي. وبعد صلاة الظهر كنت بحب أسمع جدا الدروس. كان في أخت فاضلة في المسجد كلامها كان بيلمس قلبي جدا، وكنت بحب إن أنا أسمع كلامها، وكانت دايما بتشجعنا على الصلاة على النبي وعلى الاستغفار. وكان ده بيريح قلبي جدا كلام ربنا اللي أنا بسمعه. كان أكبر همي إن أنا قلبي يرتاح من عذاب الشوق لبناتي. وشهر كامل وأنا أقيم الليل وأردد الاستغفار بأعداد كبيرة جدا، وأصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بنية إن أنا أشوف بناتي في أقرب وقت.
وفكرت كتير ان انا ارجع لابوهم، لكن دي كانت فكرة مستحيلة بسبب المشاكل اللي حصلت ما بين اهله وما بيني، وكانت امه رافضة تماما ان احنا نرجع. يعني كانت لو انا رجعت لزوجي ده كانت هتغضب عليه، فعلشان ده كان سبب الطلاق الاساسي وهي امه. فان انا ارجع لزوجي الابو بناتي كان ده فكرة مستحيلة جدا جدا. بعد ما التزمت في الصلاة والاستغفار حسيت لأول مرة أحس الشعور ده شعور غريب جدا. حسيت إن أنا خلاص هشوف بناتي قريب جدا، ودي كانت أول مرة يوصلني الشعور ده. وفي يوم كده وأنا قاعدة بالليل، كانت الساعة 4 الفجر، لقيت التليفون بتاعي بيرن من رقم غريب. ففتحت التليفون وقلت ألو. لقيت صوت بنتي الكبيرة. بنتي الكبيرة كلمتني من تليفون الجيران، كلمتني وقالت لي ازيك يا ماما، انت وحشتيني جدا. وفضلنا نحكي ونبكي انا وهي، وكنا مشتاقين جدا نسمع صوت بعض. وفي وسط كلامها بنتي الكبيرة فاجأتني وقالت لي يا ماما ما ترجعي لبابا. اول مرة تطلب مني الطلب الغريب ده. وسألتها يا بنتي طمنيني، حد ضايقك؟ حد اذاكي علشان تطلبي مني كده؟ قالت لي لا يا ماما، انا شفت بس حلم، والحلم ده شفتك انت وبابا رجعتوا لبعض، وكنت فرحانة جدا في الحلم. وانتهت المكالمة وعدى كده شهر. وبعد شهر من كلامنا أنا وهي، وأنا مستمرة كل يوم بالليل على الاستغفار طول الليل، واتفاجئ إن طليقي وصل للبلد اللي أنا عايشة فيها مع أهلي ومعاه بناتي، وإنه كان مكلم والدي قبلها بيوم ومتفق معاه إن هو هيجيب لي البنات يقعدوا معايا شوية وإن أنا أشوفهم. طبعا انا ما كنتش مصدقه جدا، وبناتي داخلين عليا البيت، وكانت مفاجاه كبيره جدا. وكان ابويا قاصد ان هو يفرحني، وما كانش حكيلي اي حاجه غير لما بناتي خبطوا على الباب وبفتح لقيت بناتي. طبعا كنت مبسوطه جدا، وبدون مقدمات كده كنت فرحانه جدا، وياها على الدموع وعلى الفرح والحب والسعاده والمفاجاه. الحمد لله، ربنا كريم جدا. فأبوهم بعد ما خلص الحاجات اللي كان بيعملها في البلد بتاعتنا رجع البيت عندنا علشان ياخد بناتي ويسافروا مرة تانية. لكن بناتي كانوا رافضين جدا المرة دي ان هم يرجعوا، وطلبوا من ابوهم ان هم يعيشوا معايا. طبعا انا كنت مستعدة للقرار بتاعه ان هو هيرفض، لكن لقيته بيوافق وبيقول لهم اقعدوا وانا هسافر لوحدي، واحضر لكم اوراقكم علشان تقدروا ان انتوا تقعدوا مع امكم زي ما انتوا عايزين. وفعلا سافر زوجي لفترة وترك بنات معايا. بنات التلاتة قعدوا معايا، وكانت قمة السعادة والفرحة أنا وهم. حياتي بدأت تنور مرة تانية. وبعد مدة قصيرة جدا رجع مرة تانية طليقي، وبس المرة دي كان معاه أمه. لقيت أمه وهو بيخبطوا على الباب، ولقيتها بتعتذر مني على المشاكل اللي هي كانت مسبباها ما بيني وبين طليقي، وإن هي بتتأسف إن أنا أرجع لابنها مرة تانية ونربي بناتنا. وقالت لي إن هو رفض إن هو يتجوز من أي حد تاني علشان بناته ما يتربوش مع أم تانية. فكانت دي مفاجأة، وعظمة الاستغفار وعظمة التقرب من ربنا والدعاء والإلحاح وقيام الليل. فكنت حاسة ان انا مبسوطة جدا، ومش مصدقة ان حلم بعيد جدا يعني في خيالي ان هو يتحقق بالسهولة دي. وكل ده علشان خاطر انا بس استمريت شهر واحد وهو شهر رمضان. يعني استمريت في الصلاة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي. تخيلوا كده كل المشاكل اللي انا مريت بيها اتحلت بسبب التزامي في شهر رمضان. داومت على الاستغفار طول الليل، والحمد لله رجعت لطليقي، وعشت انا وهو في سعادة، ومعانا بناتنا حبايبنا معايا في قلبي وفي حضني. والحمد لله كل مشاكلي اتحلت بفضل التقرب لله والاستغفار. كل شيء هيفرج معاكي، واهم شيء يكون عندك يقين وإيمان. هتشوفي عطاء ربنا عليكي، لن تتخيلي تغيير حياتك هيبقى عامل ازاي. فأتمنى كل اللي وصل لنهاية الفيديو هنا بعد ما خدتوا كده طاقة إيجابية وتفاؤل، أتمنى ما تنسوش أختكم باللايك والاشتراك، علشان القصص اللي جاية والفيديوهات الجاية قوية جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.